السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم فيديو جميل جدا ان شاء الله يعجبكم. النهارده يومنا عند الطيور. النهارده روتين عند الطيور، بنشرب شاي طبعا انا واخويا الصغير اهو. طبعا ماما مخلفه 10 عيال. حبيت ان انا اوريكم اخواتي الاولاد الصغننين. شايفين جمال؟ تعالي يا انسي. مش زي ما انتم شايفين يا حبايبي. طبعا احنا بنحب ان احنا نحصنهم. طبعا ماما هتقول لكم ازاي بنحصنهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه. طبعا احنا النهارده كده احنا كل يوم بعمل معاكم فيديو مع الكتاكيت، يعني مش بسيب يوم غير ما بعمل. بس قبل كل حاجه تصلوا على النبي وتصلوا على النبي، لان الصلاه على النبي بتغير الاقدار، وتصلوا على النبي مره بيصلوا عليكي 1000 ومليون مره. ماشي. عليه الصلاه والسلام. طيب دلوقتي احنا شايفين يا جماعه؟ فطبعا الكتكوت انا حاطه لهم علف يا جماعه والله، بس مش عارفه هما بيحبوا ياكلوا انا بديت لهم عيش، فالكتاكيت البيضه تاكل عيش. المهم طبعا انت عندنا كتاكيت بيضه وكتاكيت بلدي. كتاكيت البيضه طبعا بنحطها لوحديها، وفي البوكس بتاكل العلف لوحده. بس انا دلوقتي لما رشيت الحته دي ونضفتها وكنستها فحطيتهم يتهووا مع بعض، يتهووا بس كده، وبعد كده بروح احبسهم تاني. فانت لازم برضو الكتاكيت البيضه تهويها، ولازم تهويهم كده بيبقوا فرحانين، عشان احطهم في مكان برضو هاوي كل حاجه، بس مش زي الحته الواسعه دي. فطبعا بنحب نحصن الكتاكيت بتاعتنا. لما تيجي تحصني كتاكيتك اذا كان بلدي او فيومي او ابيض اي حاجه، تحصنيها ازاي بقى؟ بتحطي لهم تخرطي لهم البصل ومع فص ثوم، تخرطه لهم دوت يعني مرتين في الاسبوع. حلو جدا وجميل جدا عليهم، بيقوي المناعه عند الكتاكيت، ويخليه المناعه بتاعتهم قويه كده. حتى لو اي ميكروب داير في الجو باذن الله بيحوشوا يعني. بتبقى الفرخه قويه مش ضعيفه، المناعه بتاعتها قويه. لكن لما بتبقى المناعه بتاعتها ضعيفه فتلاقيها تستقبل اي ميكروب يجي في الجو، تلاقيه بعد الشر يجي عليها يموتها على طول. فلازم طبعا انت تبقى عامله احتياطاتك في كل حاجه. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الله اكبر. عندي الكتاكيت الكبيره وعندي الصغنونه وعندي البيضه. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. وطبعا زي ما بقول لكم. وطيب بالنسبه للميه بتحط لها دوت بصل بصله، وتوم. ممكن بصلايه فص ثوم تحط لهم برده كده، عشان هي دمه يحتوي مضاد حيوي للكتاكيت، احسن من الحاجات اللي انت بتشتريها من البيطريين بتوع الدكاتره البيطريين. طيب وحاجه تاني برضو ممكن تعملي لهم بتحطي لهم ممكن ايسون، تغلي لهم ايسون ويبرد كده وتشربه لهم على الصبح، او شيح، تغلي شويه شيح على قطر ميه وتحط لهم برضو دوت، برضو بيكون مناعه. دي الحاجات دي حلوه قوي. او لو حطيتي شويه شيح لوح، معلقتين شيح كده في وسط الاكل، برضو بيكون مناعه عند الفراخ والكتاكيت. فبرضو كل الحاجات دي مهمه جدا لازم انت تعملي بيها. حاجه تاني برضو لو لقيتي كتاكيتك انت قبل ما تلاقي كتاكيتك بتعرج او بترفع رجل وتنزل رجل كده، بتبقى تعبانه، بيبقى الحل اللي عندنا برضه تبقى هنعمل ايه؟ بتحطي معلقه عسل على الميه بتاعت المشروب، الميه بتاعهم معلقه عسل. معلقه عسل دي هتقضي على كل الكوارث، وليمونه او خل، تعصري ليمونه او خل، دي برضو جميلة جدا. يعني انت لو عملت معلقة العسل دي كل اسبوع مش هتأثر عليكي، يعني لو معلقة عسل او لو ومعلقة خل، دي جميلة جدا. دي هتقوي المناعة برضو وتمنع الامراض، ولو في ديدان في بطن الكتكوت بتقتلها. جميلة جدا برضو، متستهونيش بحاجة زي كده. اهو زي ما انت ما شايفة بسم الله ما شاء الله اهوت. زي ما انتم شايفين بتلاقي الكتكوت مصحصح كده، بسم الله ما شاء الله اكبر اهو. فانا على طول بعمل التحصينات ديت. الواحد بيهتم بالتحصينات دي عشان التحصينات دي مهمه جدا وجميله. ما تقوليش لا دي حاجات مش عاديه، لا دي حاجات مهمه جدا لازم تعمليها اهو. زي ما انت ما شايفه كده اهو. ولازم طبعا انا رابطه جناحهم، علشان في ناس بيقولوا ايه الفيونكه اللي مربوطه دي، لا الفيونكه اللي مربوطه دي انا معلمه جناحهم، رابطاها رابطه خفيفه، مش حاطه دراعها على دراعها قوي، رابطاها رابطه بسيطه كده، علشان لو فرخه من عند الجيران وقعت عندي بيبقى معروفه فرختي من فرخه الجيران اهي.
يا ريت لو الفيديو بتاعي عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت عشان يوصلكم منه كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي.